المباراة والأهلي بعبع أفريقيا. بعبع أفريقيا. انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الترجي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا، ويسخر من الزمالك بسبب الأهلي قبل مواجهة السوبر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بتتويج النادي الأهلي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. بعد تتويج النادي الأهلي رسميا بدوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12 في تاريخه بعد فوزه على الترجي التونسي، فقد صرح الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: هو ده الأهلي يا جماعة، زي ما قلت لكم امبارح إن الأهلي هيكسب الترجي. أنا دايما توقعي صح مع أي حاجة تخص الأهلي. الأهلي دايما هو اللي مشرفنا ومشرف مصر، وأنا مش عارف البطولة دي رقم كام في تاريخ الأهلي، للمرة ال 12 ولا ال 13 ولا ال 15. إحنا ما بقناش نعد. الأهلي عمال يفوز كل سنة، واحنا يا زمالك اخدنا الكونفدرالية السنة دي كنا طايرين من الفرحة، وطلعنا القمر واحتفلنا هناك، وحسين لبيب بيلف على كل القنوات عمال يحتفل وبيعمل لقاءات. يا اخي اخزى شوية، ده الاهلي كل سنة بياخد بطولة افريقيا، والخطيب ما شفناهوش ولا في لقاء تلفزيوني. ده الفرق بين الاهلي والزمالك باختصار. الاهلي يا جماعة اخد بطاره من الترجي، عشان بعد كده ما فيش حد يقول لك اضرب يا بدري. لا اضرب يا اهلي بقى، ضرب الاهلي صعب قوي يا ترجي. واسألني انا زملكاوي وعارف الاهلي بيديك فين يوجعك. طبعا كل الاهلاوية هيسوبوا الترجي ويحفلوا على الزمالك، وهيقولوا لك يا زمالك احنا مستنيينك يا بيضة في السوبر. هي كانت ناقصة يا جماعة ان الاهلي يقابلنا في السوبر الافريقي ونرجع تاني ونعيد الجرة والاهلي يفوز علينا زي ما ضربنا بضربة قفشة قبل كده، ولسه بيذلونا لحد النهارده. الاهلي يا جماعه ما بيرحمش حد، ده ما سابش فريق في افريقيا غير لما علم على امه، ومفيش حد قادر على النادي الاهلي. ايه جبروتك ده يا اهلي، حرام عليك. وطبعا الاهلي بيقول لبيراميدز: انا جاي لك يا بيراميدز، انا سبتك تلعب لوحدك في الدوري، دلوقتي انا جاي لك وهعرفك مين الاهلي ومين هيفوز بالدوري. بس انا اكتر حاجه بسطان النهارده ان طارق دياب وش اسود النهارده في الاستوديو، وما كانش عارف ينطق كلمتين على بعض بسبب اللي عمله الاهلي في الترجي. قال لك ايه ان طارق دياب بيقول ان الترجي هيكسب الاهلي في القاهرة. يا عم روح، انت الظاهر ما تعرفش الاهلي ولا تاريخه. مش الاهلي ده اللي واخد بطولة افريقيا في الصفاقس في اخر دقيقة في قلب تونس، وكمان اخد بطولة 2012 من الترجي في قلب الترجي. انت ايه يا عم طارق يا دياب، انت بتاكل وتنام وتنسى ولا ايه؟ لا الاهلي بعد كده هيجيلك في كوابيسك في قلب المنام، عشان بعد كده تقول ان الترجي هيكسب الاهلي. ادا الاهلي يعلم عليك للابد. بعد كده يا طارق يا دياب عمرك ما هتنطق وتقول الاهلي هيخسر قدام اي فريق. وفي النهايه شاركونا بآرائكم في خانه التعليقات، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم جديدنا.